رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جاد جريشة. هكلمكم على الحكام اللي لعبوا ماتشين في البطولة. طبعا اول حكم هتكلم عنه المميز جدا اللي انا شايفه من افضل حكام البطولة حاليا، السوداني محمود احمد اسماعيل. حكم استوى. هو لعب معانا ماتش بطولتين قبل كده كاس لعب معانا شخصيا لبطولتين كاس لكن فعلا الحكم استوى. حكم مميز جدا. لعب ماتشين السنغال والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا الاستوائيه، وطبعا كوت ديفوار وغينيا الاستوائيه 4-0 للغينيا الاستوائيه لصاحب الارض، وعمل مباراتين ولا اروع. الحكم ده هيروح بعيد، ومن زمان قوي ما شفناش حكم من السودان بالمنظر ده. محمود احمد اسماعيل مميز جدا في البطوله وعامل ماتشين والاروع، اتمنى له التوفيق في الماتش الجاي. لازم لما اقف على محمود احمد اسماعيل لازم اتكلم على حكمنا الكبير امين عمر. امين عمر عمل ماتشين ولا اروع. ماتش الافتتاح كوت ديفوار وغينيا بيساو، شرف التحكيم المصري بصوره محترمه جدا، وبتبص له في الاتحاد الافريقي بصوره محترمه جدا. وبرضه نفس الوقت لعب ماتش الكونغو الديمقراطيه وتنزانيا، وكنت مختلف مع الاتحاد الافريقي وتعينته في ماتش الكونغو الديمقراطيه وتنزانيا، لان فرقه من الفرقتين في طريق منتخب مصر. وفعلا الكونغو الديمقراطيه بعد المباراه هتلاعب مصر في دور ال 16، فكانت تعيينه مش موفقه من الاتحاد الافريقي. لكن هو كتحكيم ما عندوش مشكله، عمل مباراه تحكيميه مميزه زي ما عمل الاولانيه مميزه، وامين ماشي في الطريق لكاس العالم 2026. نتمنى له التوفيق في اللي جاي. اتوقع ان هو ياخد ماتش في دور الثمانيه مش دور 16. دور 16 غالبا هيبقى الحكام اللي لعبوا ماتش في الدور التمهيدي. دور 16 بيحتسب في البطوله يا زيه زي تكمله للدور التمهيدي. لكن اتوقع مين ياخد ماتش في دور الثمانيه وربنا يكرمه يبقى موجود في نهايه البطوله هو وزمايله المميزين. لازم اتكلم برضو على محمد عادل، عمل بطوله ولا اروع. ماتش لعبه ولا اروع، واشتغل في الفار برضو مع عاشور ماتش. وبرضو محمد معروف عمل ماتش ولا اروع. التحكيم المصري يا جماعه في البطوله بصراحه تمثيل ولا اروع لاسم مصر. التحكيم المصري موجود زي ما عندنا فريق منتخب مصر بيمثلنا، عندنا فريق التحكيم او الحكام بيمثلونا. التحكيم المصري ماشي بصوره اكتر من جيده، ممتازه. ماشيين بصوره ممتازه جدا، بنشجعهم زي ما بنشجع منتخب مصر. هم بصراحه مشرفينا ورافعين راسنا بصوره جميله جدا. ده بالنسبه لامين عمر. عندنا برضو الليبي معتز الشلماني، لعب ماتشين وهو حكم مميز جدا وعمل ماتشين ولا اروع. الماتش الاولاني الكاميرون والغينيا عمل مباراه جيده، كان فيها لقطه تحكيميه طرد لاعب منتخب غينيا وعاشور استدعاء، وكان قرار صحيح. الماتش الثاني ماتش غانا وموزمبيق، وتفوق على نفسه معتز الشلماني، واحتسب 3 ركلات جزاء، 2 لغانا وواحده لموزمبيق، والثلاث ركلات جزاء صحيح هو اللي احتسبهم في الملعب. وحكم الفي ار اكد على اللعبتين، وقرارات مميزه من حكم مميز معتز الشلماني برضو على الطريق لكاس العالم 2026. الحكم التشادي الحاج محمد آلو لعب ماتشين المغرب وتنزانيا ومصر وكاف فيردي. المغرب وتنزانيا عمل ماتش كويس. مصر وكاف فيردي احنا كلنا اشدنا بيه، لكن لما اتضح لنا اللقطه اللي هو احتسب لمسه يد بتاع مصطفى محمد، العكس بقى ما كان بيتقال ان حكم الفار استدعاه غلط، لا، حكم الفار صحح له الخطا واحتسب الهدف. لكن هو حكم مبشر وحكم ماشي بصوره جيده، ومن زمان قوي او من زمان قوي كل اللي نعرفه عن تشاد حكم مساعد اسمه عيسى يايا او محمد عيسى. لكن ما كانش عندنا حكم ساحة في تشاد، فده بصراحة يعني رجع تشاد كحكم تشادي بشكل كويس جدا. الحكم التشادي الحاج محمد آلو. الجنوب افريقي اللي هيبقى معانا بكرة في ماتش مصر والكونغو، توم ابو نجيل الحكم الجنوب افريقي لعب ماتشين، وماتش مصر والكونغو ده هيبقى الماتش الثالث. ماشي بصوره جيده جدا، لعب نيجيريا وغينيا الاستوائيه ولعب الجزائر وبوركينا وتميز كحكم فار في ماتش مصر وكاف فيردي. حكم من الحكام الصاعدين الواعدين، وبص له بصه كويسه جدا في الاتحاد الافريقي، وماشي بصوره جيده. اتمنى له بكره التوفيق، لان برضو الخبرات بتلعب دورها في الماتشات المهمه زي ماتشات الاقصائيه في دور 16. اتمنى له التوفيق. هو حكم ماشي بصوره جيده، وده دول الماتش الثالث بالنسبه له في البطوله، ماتش مصر والكونغو الديمقراطيه، واول حكم يلعب ماتش ثالث. يعني اقصى حكم لعب ماتشين، هو ده هيلعب الماتش الثالث بكره، مصر والكونغو الديمقراطيه. الاثيوبي بملك تسيما من الحكام الخبرات الكبيره اللي موجوده في الاتحاد الافريقي، لعب ماتشين
لعب ماتش الكونغو الديمقراطيه وزامبيا، ولعب ماتش جامبيا والكاميرون، وماشي بصوره جيده. بملك من حكام الخبرات اللي دايما هيحتاجوهم في المباريات المهمه في الادوار الاقصائيه. الصومالي عمر عبد القادر ما كانش افضل حاجه في موريتانيا والجزائر، لكن لعب ماتش قبله كان تونس وناميبيا كان كويس، لكن في ماتش موريتانيا والجزائر مش ما كانش احسن حاجه، وبالتالي كان الجزائر منتخب الجزائر ما كانش مبسوط من ادائه، واحنا برضو مش مبسوطين من ادائه في الماتش التاني، لكن هو حكم صاعد ومبشر. الغنغولي جان جاكندالا من حكام اللي لعبوا ماتشين في البطولة، لعب غانا وكاب فيردي، ولعب انجولا وبوركينا، وماشي بسرعة جيدة جدا. لعب كان مرشح لكأس العالم 2022، وهيبقى برضه مرشح لكأس العالم 2026. حكم الحكام الكبار في الاتحاد الافريقي والحكام المرشحين ان يكملوا لنهاية البطولة. السنغالي عيسى سي بالنسبة لي مفاجأة. هو الوحيد الممثل للتحكيم السنغالي في البطولة، وعمل ماتشين ولا اروع. الماتش الاولاني الجزائر وانجولا، والماتش الثاني تونس وجنوب افريقيا. اخذ ماتشين للعرب، اصعب ماتشات حكم يحكمهم للفرق العربيه. الجزائر خد لها ماتش انجولا، وخد تونس ماتش جنوب افريقيا، وعمل ماتشين جيدين تحكيميا، ما عندوش مشكله في التحكيم. عيسى سي مميز جدا في البطوله، وحكم ماشي بصوره تحكيميه مميزه جدا. زي ما قلت لكم قبل ما ناخد الفاصل اللي جاي عشان ناخد مداخلات المستمعين على تليفون